جربتي قبل كده تعملي بشاميل في الخلاط ويطلع معاكي كريمي وناعم بالشكل ده وما فيهوش اي تكتلات، وفي نفس الوقت نسبة الدسم بتاعته قليلة تقدري تاكلي منه اي كمية؟ وجربتي كمان انك تعملي مكرونه بحشوه الاستريبس المميزه جدا والهالبينو؟ لو اول مره تجربي الطريقه دي يبقى خليكي معايا وكملي الفيديو عشان تشوفي احلى واجمل طريقه للمكرونه البشاميل وبحشوه مميزه جدا. بس لو اول مره تشوفيني، انا مياده ودي قناتي، اتمنى تنوريني وتدعميني بالاشتراك علشان يوصلك كل جديد. اول حاجه هنبدا بيها هنبدا نعمل مع بعض البشاميل. معايا هنا كيلو وربع من الحليب، ومعايا كمان 3 مكعبات من الجبنة المثلثات اي نوع انت بتحبيه، ومعايا كمان مكعب من المرقة بيدي طعم مميز جدا، ومعايا هنا معلقتين من النشا ومعلقة من الدقيق. النشا مش قادرة اقول لكم بتدي نتيجة رهيبة، ومعايا معلقة صغيرة من الملح، ومعايا كمان علبة من القشطة. ولو عندك قشطه وش اللبن تقدري تحطي منها معلقتين، مفيش مشكله خالص. هاخد كل الخليط ده اضربه كويس قوي في الخلاط، هيبقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدا اخده بقى على النار، وطول ما انا بقى على النار ايدي فيه تمام علشان ما يتكتلش معانا. نزلت هنا بمعلقه من السمن البلدي ونص معلقه صغيره من الفلفل الابيض، تقدري تحطي فلفل اسود مفيش مشكله، ورشه من جوز الطيب. هبدا اقلب فيه كده زي ما انتوا شايفين. انا عايزه افضل اقلب فيه علشان انا مش عايزاه يعمل اي تكتلات ويتكتل مني. اول ما يبدا يغلي معايا هيبدا يتقل معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا عايزاه يكون بالقوام ده. في حاجه كمان عايزه اقول لكم عليها، لو لقيت الخليط تقيل تقدري تحطي شويه من اللبن، يعني حوالي ربع كوبايه. ولو لقيتيه خفيف تقدري تدوبي معلقه من الدقيق او معلقه من النشا في ربع كوبايه من الحليب وتنزلي على الخليط ده، هتلاقيه تقل معاكي. يبقى تقدري انت تتحكمي في سمك البشاميل سواء بالدقيق او بالحليب. قالوا بقى نسلق المكرونه مع بعض. اول ما الميه بدات تغلي نزلت بنص كيلو من المكرونه، ونزلت بشويه من الملح، ظبطت طبعا الملح بتاعها حوالي معلقه صغيره. وهنا كده استوت معايا. اللي متابعني وعارفني عارف ان انا بحب اسلق المكرونه بتاعه البشاميل، اسلقها سوا كامل، ما بعملهاش نص سوا خالص. هنا طبعا الاستريبس كده بدات احمر فيه. طريقه الاستريبس موجوده عندي على القناه، هنزل لكم اللينك بتاعها وهنزله لكم كمان في اول تعليق علشان اللي عايز يشوفها. انا ما حبيتش بس اطول عليكم الفيديو، مش قادره اقول لكم بصوا اللون والجمال عامل ازاي، رهيب. انا بعمل الاستريبس احلى من بره مليون مره. هبدا هنا بقى اقطع الاستريبس زي ما انتم شايفين كده. ابدا اجهز بقى كل حاجه كده بقت جاهزه معانا. هبدا اجهز بقى التركيبه كلها بتاعه الصينيه بتاعه البشاميل. جبت هنا طبعا المكرونه وحطيت عليها نص كميه البشاميل زي ما انتم شايفين كده. هقلبهم بقى كويس بقى مع بعض. تقدري بقى تحطي المكرونه في صينيه كامله، وتقدري تحطيها في طواجن زي ما انا هحطها كمان. وهقول لكم كمان انا عملت كمان منها طاسه. بدات هنا بقى احط المكرونه كده في الطاجن، وبعد كده هبدا احط الهالبينو. الهالبينو ده اختياري براحتك، لو عايزه تحطيه تحطيه، مش عايزه تحطيه ما فيهوش مشكله. بس انا عن نفسي بقول لك حطيه، طعمه خطير، بيدي طعم حلو قوي مع الستريبس. وهبدا بقى احط كده الستريبس زي ما انتم شايفين كده. عايزاكم تجربوا الحشوه دي، حشوه مميزه وطعمها تحفه، ومش قادره اقول لكم نشتريها بره بمبالغ رهيبه. وهبدا احط بقى طبقه كمان من البشاميل، ونبدا كمان بقى نوزع الجبنه. لو عندك جبنه ميكس تقدري تحطي، او موتزاريلا، اي نوع جبنه براحتك. انا كان عندي هنا جبنه ميكس. هدخلهم بقى الفرن على درجه حراره 200. انا بحط المكرونه البشاميل فوق الصاج على طول، لانها اول ما بتغلي بشغل عليها الشوايه. انا ما بسيبهاش اكتر من 10 دقائق في الفرن. هنا كمان عايزه اقول لكم انك تقدري تحطيها كمان في الطباق الفويل دي زي ما انت شايفه كده. عشان كده بقولك مش شرط خالص انك تحطيها في صينيه كبيره. وهدخلها كمان الفرن، هحطهم كلهم على صاج واحد وادخلهم الفرن. تعالوا بقى نعمل مع بعض الطاسه. جبت هنا طاسه ونزلت عليها بشويه من المكرونه، هشوحها كده كويس، وبعد كده هنزل عليها بالبشاميل.
اقلبهم برده كويس قوي مع بعض، مجرد بس ان البشاميل يسيح مع المكرونه. وهبدا طبعا انزل بالحشوه بتاعتنا، وبعد كده كمان هنزل بالجبن. تقدري في الوقت دوت تسويها، تكملي سواها على البوتاجاز، تغطيها مجرد ما الجبن تسيح وتبقى كده تمام. او تعملي زي ما انا هعمل، هدخلها الفرن بس مجرد ان هي تاخد وش فوق على الشبكه. هدخلهم بقى كده الفرن، وتعالوا بقى نشوفهم مع بعض بعد ما خرجوا معانا من الفرن بقى شكلهم عامل ازاي. بقوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مش قادره اقول لكم رهيبه، وطعمها خطير وطعمها مميز جدا. عايزه اوريكم كمان الطاسه من جوه، بصوا عامله ازاي. بصراحه البشاميل كان دايب فيها وكان سايح، وكانت الحشوه رهيبه. واكيد طبعا بعد وصفه البشاميل البسيطه اللي احنا عملناها في الخلاط، اكيد البشاميل هيكون سهل معاكي جدا، وبعد كده مش هيتكتل منك ولا اي حاجه. عايزاكي بس تجربي الطريقه دي وتيجي تقولي لي في التعليقات ايه رايك فيها. ويا ريت بقى لو عجبتك وصفه النهارده ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما تنسوش تشتركوا في صفحتي على الفيسبوك باسم ميادة كيتشن، واستنوني في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.